كما كتشوفوا الخوت، هذا هو الوحيد اللي تقدر تجلس ساعتين وانت كتصنت ليه، والله لا خديتي جمله مفيده، جمله واحده مفيده والله لا استفدتي منها. الله يستر وصافي، ولكن مو ضحك. أنا منعت مثل ما قال طارق بن زياد: العدو أمامكم البحر وراكم. قال ممنوع الاستيراد. دبر راسك، ما تكلمني ما نكلمك. ما نبغيش قطرة تاع ايسونس تستورد للبلاد. ورفدوا التحدي، العمال تاع نفطال والعمال تاع كذا رفدوا التحدي. رانا في سنة عندنا إمكانية تصدير ليسونس والغازوال، مانيش نستورد، خلاص يفيني. ولمدة عشرات السنين وانا نستورد، بينما عندي دي رافينري. سيفيزي دو ريفوار ان بو لي كاباسيتي دو كراكاج تاعهم بور اريفي ان كاربيرون الجيريان. يعني كتلنا الاستيراد، لأن الاستيراد فيه. وانتم تعرفوا أن الجزائر مقصودة، وأن الجزائر مستهدفة، وراهم كثير متجندين، وأدوا ربما حتى القسم في بعضهم بعض أن الجزائر ما توصلش ل 2027، لأن لو وصلت ل 2027 خلاص أعطت نفسها مناعة اقتصادية. حذاري، نو بيسي با لي بار. الجزائر مستهدفة عسكريا، خايفين من الجيش تاعها من بعيد، وإحنا جيش مسالم، جيش دفاعي، جيش يدافع عن الأمة ويدافع عن الحدود. ما نتعدى حتى على حد، ولكن اللي يتعدى براسه.